لأول مرة المنتخب الأولمبي يبقى مليان نجوم كلهم تقريبا بيلعبوا فريق أول في الدوري الممتاز. مش بس كده، كلهم تقريبا إمكانياتهم كانت معروفة للجمهور، وده كان مخلينا متعاطفين معاهم كأنهم زي المنتخب الكبير بالظبط. واتعشمنا فيهم خير في بطولة أفريقيا اللي اتعملت على أرضنا الحبيبة. صعبة وامكانية وجول وجول مسار كورة صدت جول صلاح وابا الله الله يا بلاد الله. بعد بطولة أفريقيا 2019 اللي كانت في مصر ومنتخبنا الأول طلع بفضيحة من جنوب أفريقيا، كان عندنا فرصة عشان ننظم بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وكنا مستنيين الجيل الصغير هو اللي يحافظ على شكلنا ويقدم بطولة كويسة، وياريت لو نكسبها كمان. حتى ساعتها اورنج عملوا اعلان يسفوا بيه على المنتخب الكبير. الاعلان كان تحت شعار اللي ما عملوهوش المحترفين يعملوه مواليد 97. اللي ما عملوهوش المحترفين يا رب يعملوه مواليد 97. الجيل ده ممكن نسميه جيل رمضان صبحي بما انه كان الكابتن يعني. المنتخب كان بقيادة شوقي غريب. اللعيبة دخلوا البطولة بثقة وحماس ودعم كبير قوي من الجمهور، يمكن الجمهور وقف معاهم وشجعهم اكتر من المنتخب الكبير. بدأنا البطولة ومباراة الافتتاح في استاد القاهرة أمام منتخب مالي. وكلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأجدد أحمد كان هيسجل كان هيحط كلمته. لسه بنحكي عن الافتتاح، كان هيفتتح صلاح محسن 16 يناير حتى 9 فبراير وتصفيات أمريكا الشمالية، وهنا التسديدة الخطيرة. ما اقدرش اقول اننا كنا بنلعب باحسن اداء عندنا، لكن الاهم ان كان باين قوي الروح اللي موجودة عند كل واحد فيهم، وكأنهم فعلا حالفين يثبتوا نفسهم ويحققوا هدفهم. وفي اول نص ساعة بنسجل الجون الاول عن طريق دماغ مصطفى محمد واسيست من احمد فتوح. ان شاء الله الجيل ده قادر على الوصول والتأهل. مصطفى محمد يا ولد البلدوزر المصري قادر، المنتخب المصري والبلدوزر المصري هنا في هذه اللقطة الهدف الأول يفتح. قدرنا نحافظ على الهدف ده لحد الشوط الثاني، وانقذنا الحظ شوية ومحمد صبحي شوية. ان شاء الله في مصر ادي امامنا كوبس التعادل ومحمد صبحي القائم كرة التعادل، وزقنا مع بعض الماتش كده لحد ما خلص وخدنا اول 3 نقط. الماتش التاني كان اجمل ماتشات البطولة على الاطلاق. ماتش قدام منتخب طول عمره بيطلع مواهب وامكانيات اوروبية، منتخب غانا، ولسه بنقول يا هادي اول 5 دقايق بيسجلوا فينا الهدف الاول. مشي وبنج وجول. اول اهداف اللقاء بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس الاختراق، ما مشيتش مع اوبنج ويبوا في اول في اللعبه الاخيره في الهجمه اللي فاتت اللي كانت من دقيقه. لكن منتخبنا ده ما يعرفش الاحباط. بنقدر نتعادل عن طريق دماغ مصطفى محمد مرة تانية بعد عرضية تانية من أحمد فتوح. عرضية ومصطفى يا ولد مصطفى محمد يا مصطفى كلنا بنحبك يا مصطفى. هدف غالي لمصطفى محمد يتعادل به لمنتخبنا الأولمبي سريعا. لسه الماتش بتاعنا ولسه الروح موجودة. الشوط الأول خلص بالتعادل وبدأنا الشوط التاني. كابتن شوقي غريب كان بيصلي العيشة بين الشوطين وطول شوية، فقام دخل الشوط التاني متأخر 2 دقيقتين بس، لقينا خسرانين وهو مش فاهم ده حصل امتى وفين وازاي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. غانا سجلوا الهدف التاني بتاعهم في الثانية 42 من بداية الشوط التاني، وبسبب خطأ كارثي من محمد عبد السلام. المنتخب بتاعنا قدر يحتوي الموضوع كويس قوي، والنتيجة دي ما أثرتش عليه، وابتدينا نضغط عشان نلحق نتعادل ونرجع الماتش تاني لينا. التعادل كان هيجي بدري قوي، يعني سجلنا جون بس الحكم حسب اوفسايد وهمي من وحي الخيال. وتستمر المحاولات ولكن الحظ بيعاند لحد الدقيقة 82، وقدرنا هنا نسجل التعادل بالعافية عن طريق رمضان صبحي. مشي عبد الرحمن وتاني والمتابعة أخيرا
أخيرا أخيرا أخيرا يا رمضان صبحي سجل من شوية هدف التعادل، لغاه بوليه المساعد للتسلل، قال له ولا يهمك مفيش مشكلة، أنا التعادل مكتوب باسمي، هتعادل يعني هتعادل. كلمتين بس مهمين كده في حق رمضان. في البطولة دي شفنا نسخة عظيمة من رمضان صبحي، شفنا نسخة لعيب مليان حماس وشغف وطموح، لا بلاش طموح دي. المهم ان اللاعب انفجر فعلا في الوقت ده ورجع لنفسه الثقة وقدر يثبت لنا انه قد شرط القيادة اللي لابسها. ملعونة الفلوس اللي ضيعت مستقبلك يا ابني والله. وفي الدقيقة 88 تتم الريمونتادا بالكامل بعد هدف أحمد ياسر ريان من أسيست رمضان تتلعب عالية، جول عالية، جول لعيب ابن لعيب، هداف ابن هداف، موهوب ابن موهوب، أحمد ياسر ريان، أحمد ياسر جوان، يدخل كبديل وينجح في التسجيل. المكسب في الماتش ده بيساوي الصعود لنصف النهائي، وده يعني اختصار الطريق للأولمبياد. سيناريو الماتش ده خلانا نثق في اللعيبة دي أكتر، وتفاعلنا كجمهور معاهم زاد أكتر وأكتر. نروح للماتش التالت اللي كان مهم نكسب فيه عشان نصعد أول المجموعة، وده حصل فعلا قدام الكاميرون. سجلنا الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق مصطفى محمد، بس المرة دي برجله مش دماغه. خطيرة عرضية، جول واتعادلوا منتخب الكاميرون في الدقيقة 37. جول للمنتخب الكاميروني، خروج بالخطأ بجانب محمد صبحي. ولكن في الشوط الثاني بنقدر نسجل هدف الفوز، والمرة دي عن طريق دماغ مصطفى محمد، الماركة المسجلة في البطولة. والاسيست المرة دي كان من إمام عاشور. كسبنا وحققنا العلامة الكاملة وبقينا أول المجموعة، وكده عندنا ماتش في نص النهائي يعتبر الماتش المؤهل للأولمبياد مباشرة. هنقابل فيه جنوب أفريقيا، وهنا قلنا لازم ننتقم من اللي خرجونا بفضيحة على أرضنا. بدأت المباراة وكان شوط أول ما فيهوش تفاصيل كتير، غير إن مثلا دماغ مصطفى محمد المرة دي مش شغالة، فبيخلص الشوط بالتعادل السلبي، ونقوم نازلين في الشوط التاني بقلب جامد لحد ما الحكم يخدمنا ويحسب ضربة جزاء من بره ال 18. يلا معلش او اي حاجة، احنا شعب غلابة برضه عايزين نفرح. ورمضان صبحي بيخش يسجل ضربة الجزاء وسط فرحة شعب بحاله. رمضان صبحي الى طوكيو. رمضان يا صبحي، مشوارك لرمضان صبحي، مرة اخرى نعود للاولمبياد بهدف رمضان صبحي. قعدنا ندعي ربنا يسترها معانا لحد النهاية، وربنا فعلا بيستجيب لنا والعارضة بتنقذنا. وبعديها بسبب لخبطة في دفاع جنوب أفريقيا بنعرف نسجل التاني في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 88 بسبب غلطة من الحارس بنعرف نسجل التالت، والجونين دول سجلهم عبد الرحمن مجدي. وكده بنتأهل رسميا للأولمبياد في طوكيو 2020. بص بقى يا كابتن شوقي، احنا بصراحة طماعين، يعني الحمد لله على الأولمبياد فضل ونعمة، بس احنا لازم ناخد البطولة، أصل شكلنا هيبقى وحش، دي على أرضنا برضه، واحنا اتعلقنا بالمنتخب ده وحبيناهم وعايزينهم يفرحونا عشان يعوضوا خيبة أمل المنتخب الكبير. ويوم النهائي في استاد القاهرة الدولي وهو مليان بالجماهير العريضة، الجماهير اللي جاية تقف جنب منتخبنا الوطني، وفي استعادة لذكريات نهائي 2006 مع حسن شحاتة عشان هنقابل كوت ديفوار. بدأنا الماتش ده واحنا مركزين قوي،
وعايزين نسجل ونحسم بدري بدري، ما هي النهائيات بتتلعب كده. عديد من الاصابات، محمد محمود وتابع امامنا التسديده، اول عدى سيلس وكره بالعرض، لكن على طول التغطيه الدفاعيه علاء عبد الرحمن مجدي. تحركات المنتخب الاولمبي، بدا الريتم وبدا ايقاع اللعب، كره على طول، وشوف هنا يا ولد على الاستلام يا كريم يا لعيب، ولكن كان قاطع حلو قوي. عمار يلعب كره عرضيه خطيره، هي مصطفى يطلب ركله جزاء في اللقطه الماضيه، فرصه كبيره قوي لمصطفى محمد. مصطفى محمد 4 أهداف في تاريخ هذه البطوله، اللي كان طبعا في اول نسخه إليزيه، وادي الركنيه العاليه، وادي الكره بيوعدها امامنا هنا رمضان بيكهام، وركله مزدوجه خلفيه، لكن في فاول في ضربه حره غير مباشره هنا في اللقطه الماضيه على النجم مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد، رمضان المتألق يعدي ويلعب كره بالعرض حلوه وفي الدقيقة 37 رمضان بمهارته الخاصة بيعرف يلعب اسيست الكريم العراقي اللي بيحطها في الشبكة، ويعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر. من رمضان عدى شيل رمضان، يا ولد على التفويته كريم، يا على الحلاوة، يا على الجمال، كريم وهو كريم، رب العباد كريم. رمضان يتوغل، لكن اوعى تنسى عبد الرحمن مجدي، اوعى تنسى عبد الرحمن يفول ويأتي كريم العراقي. هدف مصري روعة. حافظنا على الهدف ده على قد ما نقدر، وحاولنا نزود عليه، بس الموضوع ما كانش سهل. التراوري اوعى الخطوره، وكره بالتسديده، ولد يا اسامه جلال كوت ديفوار 2020، كره خطيره، كره خطره جدا ترتطم في القائم الكره اللي فاتت، لكن في هذه المباراه الكره العاليه وصراع الكرات العاليه، لكن ما طلعش وتميتي. ادي امامنا بنتابع الكره العاليه، محمد صبحي يطلع، محمد صبحي التيم العراقي، وادي الراجل اللي جاي من ورا، ارفع خاص من المنتخب، والكره الامامنا هي اللي بتتلعب. مصطفى بص بيفضل مساحه ازاي، مصطفى يا عيني على كل الامور، وادي الكره العاليه، لكن على طول التفاهم والحب والانسجام هي بتاعتك، لم وادخل وعدي. كولومبيا اللي دخل امامنا هو رقم 5 التبديل اللي بقول لحضراتكم عليه، وادي كريم العراقي كمان يلعب كره حلوه. رمضان بص جاي فين، رمضان جاي في الجنب اليمين، رمضان امامنا الخطير البديل ابو بكر دومبيا. خلي بالك يا صبحي، خلي بالك محمد صبحي في اختبار اول في هذه المباراه، يعني في خطوره وفي تسديده، لكن امامنا اهو المرور والتمريره ومفيش رايه وخطره، وضاعت الفرصه، جت فرصه خطره جدا. ادي بقى التسديد، لكن يحطها حلوه قوي عبد الرحمن، العب بقى صح، وكريم العراقي كان هيدخل التاريخ وكان هيسجل ثنائيه في المباراه النهائيه، بس التدخل المره دي خلص الموضوع على طول. اكرم ولمسه حلوه من اليسرى، سيلاس يلعب كره خطيره جدا، وده تحت ضغط المره دي، عدى امامنا من عمار، كره خطره جدا 15، وادي امامنا تسديده، لكن وتيجي الصدمه في اخر دقيقه في المباراه وسط سرحان في كام ثانيه بس، كوت ديفوار بتتعادل وبندخل للاسف في الاكسترا تايم. المنتخب الاولمبي هجمه خطيره، انطلاقه من جانب دومبيا، خطر التعادل هنا في وقت قاتل في الدقيقة 89. هدف التعادل في وقت قاتل، التحرك والتوغل، وبقول لحضراتكم يعني دافعنا، وهي دي كرة القدم، لكن ده لا يقلل من جهد اللاعبين. هدف التعادل، دخلنا الوقت الإضافي وسط خوف وقلق. لحد الدقيقة 114 صلاح محسن بيريح لأحمد ياسر ريان اللي بيعمل كنترول ويشوط، وتترد لرمضان صبحي اللي بيسجل هدف البطولة. لم وسند وحط يا راجل واعمل جول هو مدفع رمضان. يا عيني عليك يا رمضان، يا عيني على الكورة وحلاوة الكورة. منتخبنا بطل افريقيا، انجاز كبير جدا ما خدش حقه للاسف، لكن اللعيبه دي كانت تستاهل فعلا، حتى لو ممكن الظروف ساعدتهم شويه زي عامل الارض والجمهور، بس كفايه الروح اللي كانت عندهم. في قلب